بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل كلامنا في كورس الأوتوكاد. النهاردة المحاضرة رقم 4 لينا. معاكم باشمهندس أحمد هاني، مهندس كهرباء باور. إن شاء الله النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة هنكمل كلامنا على الأوامر بتاعة برنامج الكاد. احنا في الثلاث محاضرات اللي فاتوا كنا اتكلمنا عن أول قائمة في البرنامج وهي قائمة درو. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن قائمة موديفاي، وهنتكلم عن بعض الأوامر اللي تهمنا فيها، وهنتكلم عن كيفية التعامل مع الأوامر دي وإزاي نستعملها وإزاي بيتم التعامل معاها كمهندسين كهرباء باور في المشاريع بعد كده اللي احنا هنطبق عليها. في البدايه كده يا باشمهندسين، احنا كنا اتكلمنا في قائمه درو عن امر لاين وبولي لاين وسيركل وارك، وازاي تعمل ريكتانجل، ازاي تعمل اليبس، ازاي تعمل هاتش، كل الكلام ده. النهارده بقى ان شاء الله هنتكلم في قائمه موديفاي عن بعض الاوامر، وهنخلي الجزء الثاني علشان بس مده الفيديو ما تبقاش كبيره. هنتكلم عن جزء وهنسيب جزء للمحاضره الجايه ان شاء الله. اول حاجه هنتكلم عنها النهارده وهي امر موف. امر موف يا باشمهندسين كل الفكره بتاعته ان هو امر بنستخدمه علشان خاطر لو انا عندي اوبجكت في اللوحه عايز احركه من مكانه واوديه لمكان تاني، فبستعمل امر موف. وليكن بكل بساطه كده لو انا عندي مثلا سيركل بالشكل ده، ادي رسمنا كده سيركل بالشكل ده، عايز انا احرك السيركل دي من مكانها واجيبها مثلا وليكن هنا. هعمل الكلام ده ازاي؟ هعمل الكلام ده من خلال الامر اللي هو اسمه موف. فبروح اضغط عليه كليك شمال، وبعد كده بعمل سيلكت اوبجكت بالشكل ده. بعد كده بختار البيز بوينت اللي انا عايز احرك منها الاوبجكت بتاعي، وليكن مثلا كانت نقطه السنتر، فببدا امسك كده وانقل الاوبجكت بتاعي واوديه في اي مكان انا محتاجه بقى عندي في اللوحه، وليكن مثلا عايز اوديه في المكان ده. دي كده اول طريقه ممكن نقدر من خلالها نستخدم الامر اللي هو اسمه موف. طيب تاني طريقه ممكن نقدر من خلالها نستخدم امر موف هي ان انا بضغط ام، بعد كده انتر، بعد كده بعمل سيلكت للاوبجكت بالشكل ده. بعد كده بختار البيز بوينت بتاعتي، وليكن مثلا عايزها من هنا. انا ليه ما رضيتش المره دي اختارها من سنتر؟ عشان بقول لك ان البيز بوينت دي ممكن انت تختارها من اي نقطه على الاوبجكت، يعني عادي خالص مفيش اي مشكله. فاختار البيز بوينت بالشكل ده، وبعد كده احرك الاوبجكت بتاعي مثلا وليكن اجيبه احطه هنا. فانا كده قدرت ان انا استخدم امر موف بالطريقتين اللي انا اقدر من خلاله اقدر احرك اي اوبجكت عندي في اللوحه او في الرسمه من خلاله. طيب هنتكلم بعد كده، ده كده اول امر كان معانا في قائمه موديفاي. طيب التاني امر بقى وهو امر اللي هو اسمه روتيت. امر الروتيت ده بنستخدمه في ايه يا باشمهندسين؟ بنستخدمه لو انا مثلا عندي وليكن اوبجكت وعايز انقل الاتجاه بتاعه، يعني مثلا زي ما هو موضح كده في الصوره دي. هنا عندك هنا شكل دي وليكن غرفه كده وجواها مكتب، ودول شويه كراسي جنب المكتب. فانت لو عايز تعمل روتيت للمكتب ده بتقدر من خلال امر روتيت تقدر تعمل الكلام ده. طيب تعالى ننفذ الكلام ده عملي. وليكن مثلا انا عندي لاين هنا، هفعل طبعا امر القرص في الاول كده. عندي لاين بالشكل ده، فاللاين ده لو انا عايز، هو دلوقتي اللاين ده افقي، لو انا عايز اخلي اللاين ده راسي اقدر اعمل الكلام ده من خلال الامر اللي هو اسمه روتيت. اول حاجه بعملها عندي برضو طريقتين لاستخدام امر الروتيت. الطريقه الاولى هي ان انا بروح اضغط كليك شمال على روتيت، وبعد كده بعمل سيلكت للاوبجكت، وبعد كده بختار البيز بوينت بتاعتي وليكن مثلا هنا او هنا زي ما انا عايز. اخترت البيز بوينت، وبعد كده ببدا اختار الاتجاه اللي انا عايز احط فيه الاوبجكت بتاعي، وليكن خليته في الاتجاه ده بالشكل ده. طيب تاني طريقه ايه يا باشمهندسين؟ تاني طريقه ان انا بروح اعمل سيلكت على الاوبجكت اللي انا عايز اعمل عليه الروتيت، وليكن بالشكل ده كده. بعد كده بضغط كليك يمين، فبلاقي عندي هنا في القائمه دي بلاقي عندي هنا روتيت، فبختار روتيت. بعد كده بختار البيز بوينت بتاعتي وليكن مثلا من هنا، وبعد كده ببدا ان انا احرك الاوبجكت بتاعي في اي اتجاه انا عايزه خالص عادي خالص. وليكن مثلا عايز ارجعه زي ما كان
بالشكل ده. فكده دول الطريقتين اللي انا اقدر من خلالهم انفذ امر روتيت. يبقى احنا كده النهارده اتكلمنا عن الامر الاولاني اللي هو موف، والامر الثاني اللي هو روتيت. طيب تعالى بقى نتكلم عن الامر الثالث وهو تريم. اللي يهمني في امر تريم هو ان هو بكل بساطه يا باشمهندسين هو عامل زي المقص، عامل زي الايه المقص، بقص بيه الزيادات. لو انا عندي مثلا زيادات في اي جزء انا رسمته وعايز اشيل الجزء ده كانه كده كانها استيكه مثلا انت بتمسح بيها الايه الحاجه الزياده عندك في الرسمه. بتعمل الكلام ده ازاي؟ وليكن مثلا انا عندي الرسمه بالشكل ده وعايز اخلي بس الخط اللي هو جوه الدايره واشيل الخطوط اللي هي بره الدايره. هعمل الكلام ده ازاي؟ هعمل الكلام ده من خلال الامر اللي هو اسمه تريم. بضغط على التريم بالشكل ده وبروح على طول على الجزء اللي انا عايز اشيله من الرسمه بتاعتي. وليكن بص كده بضغط عليه كده كده هو مسحه لي على طول. بعد كده بروح على الجزء الثاني اهو اضغط عليه كده هو مسحه لي على طول. كده ده الامر اللي هو اسمه تريم. يبقى احنا كده عرفنا امر تريم ده بنستخدمه في ايه وبنستعمله ازاي. طيب تعالى بقى على الامر اللي بعده وهو الامر اللي هو اسمه كوبي. الكوبي ده احنا بنقدر نعمل من خلاله ايه؟ ان انا مثلا لو عندي رسمه بالشكل ده، دايره بالشكل ده، بدل ما انا اروح اعمل دايره ثانيه بنفس الراديوس بنفس كل المواصفات بتاعتها وكل الديتيلز بتاعتها، بقدر ان انا من خلال امر كوبي اعمل نسخه من الاوبجكت بتاعي بنفس المواصفات بكل سهوله وبكل ايه وبكل سلاسه. كل اللي انا بعمله ان انا بروح اضغط على كوبي بالشكل ده كده وبعد كده بعمل سيلكت للاوبجكت بتاعي وبعد كده بختار البيز بوينت بتاعتي بالشكل ده وبعد كده ابدا ان انا ايه احط الايه الاوبجكت بتاعي في اي اتجاه بقى ايه اي اتجاه انا عايزه. كده انا عملت نسخه من الدايره اللي انا رسمتها بكل سهوله وبكل بساطه. انا ليه بقول لك الكلام ده؟ لان انت بعد كده لما تيجي تشتغل في مشروع وتبدا تعمل لوحه زي ما احنا هناخد في الكورس بتاعنا هتلاقي ان انت مثلا رسمت حاجه وحطيت فيها ديتيلز معينه، فهل انت بقى هتقعد ترسم نفس الحاجه تاني وتحط فيها نفس المواصفات اللي انت كنت عاملها؟ لا طبعا الموضوع هياخد منك وقت، وبيبقى طبعا اي مشروع انت بتشتغل فيه بتبقى انت ملتزم بديدلاين معين، لازم تسلم اللوحه بتاعتك في الديدلاين ده. فكل الاوامر دي بتسهل عليك في خلال ما انت شغال. طيب امر ميرور بقى، امر ميرور ده بيخليك تعمل نسخه من الايه الرسمه بتاعتك. وليكن مثلا انا كان عندي وليكن لاين بالشكل ده وبالشكل ده كده، وجيت انا عملت ايه عملت لاين كده، فانا كده رسمت ايه رسمت مثلث بالشكل ده. لو انا عايز اعمل نسخه ثانيه من المثلث ده باجي مثلا كده عايز اعمل نسخه ثانيه من المثلث ده تكون هنا مثلا، هقدر اعمل من خلال امر ميرور ده الكلام ده. فبروح اعمل ميرور كده اضغط عليه وبعد كده بعمل سيلكت اوبجكت بالشكل ده اهو عشان انا اعمل نفس الايه نفس الحاجه يعني. وبعد كده بختار البيز بوينت بتاعتي وليكن مثلا هنا وببدا اختار بقى الاتجاه اللي انا عايز احط فيه الايه الرسمه. كده هو عمل لي نسخه ثانيه من الايه من المثلث اللي انا كنت عامله وخلاص. على كده دي كده كل الفكره بتاعت امر ميرور. نكرره تاني، بضغط ميرور بعد كده بختار بعمل سيلكت للاوبجكت بتاعي. بعد ما بعمل سيلكت بختار البيز بوينت بتاعتي وليكن مثلا كانت هنا كده. بعد كده ببدا ان انا ايه احدد المكان اللي انا هحط فيه الايه احط فيه الرسمه عندي بالشكل ده. طبعا بختار هنا بعمل له نو علشان خاطر ما يمسحش النسخه اللي هي الايه اللي هي الاصليه يعني. فبالشكل اللي قدامك ده كده انت كده بتبقى عملت الامر اللي هو اسمه ايه اللي هو اسمه ميرور. طيب امر بقى اخر امر معانا النهارده وهو امر فيلت. احنا كده هنبقى اتكلمنا عن 6 اوامر بالحاجات اللي تخصنا احنا كمهندسين كهرباء باور واللي احنا هنتعامل ايه من خلالهم في الاوامر دي. الامر فيلت ده بقى هو الفكره كلها يا باشمهندس. وليكن مثلا ان انت كان عندك غرفه بالشكل ده كده، هنرسم لك كده شكل غرفه بسيط وصغير. وليكن مثلا ده كان الايه الباب بتاعها. ثواني نرسم كده غرفة بسيطة. باجي كده وباجي جاي مثلا هنا انا عايزه يبقى مثلا في الاتجاه بالظبط كده مثلا، فاخليه كده ايوه. وبعد كده اجي مثلا هنا وبعد كده اجي جاي عامل الكلام ده. فهعملها ازاي؟ هعملها مثلا بقوس ده، يعني انا بعمل الباب يعني، دي كل الفكرة.
مش اكتر يعني. بس كده. فعملت الايه القوس، عايز اشيل الحته الزياده اللي انا عملتها دي، فباجي على امر ترم واجي ايه عامل البتاع ده. فانا كده رسمت ايه دي كده غرفه، ده كده شكل غرفه رسمته رسم كروكي كاني راسم على ورقه. ده الباب بتاع الغرفه، ولكن مثلا الغرفه دي كانت هتتغذى بكشاف واحد، وليكن كان عندي الايه احط فيها كشاف هنا كده في النص كده، ومن خلال الكشاف ده انا كده هقدر ان انا انور الايه الغرفه بتاعتي دي. فلما باجي اعمل وايرنج للكلام ده، وليكن بقى مثلا هاخد نسخه ثانيه، هعمل سيلكت كده واعمل الامر اللي هو اسمه كوبي، واقدر ان انا اخد نسخه من الكلام ده. عملت سيلكت، فباجي رايح على امر كوبي، بعد كده بختار البيز بوينت بتاعتي كده. انا عملت ايه غرفه اقدر اكرر الامر زي ما انا عايز يعني. فانا كده عملت ايه عملت غرفتين اهو. فانا كده يا باشمهندسين قدرت ان انا اعمل ايه قدرت ان انا اعمل غرفتين بالشكل ده. فلما باجي اعمل بقى امر اللي هو اسمه وايرنج، يعني اعمل الوايرنج بتاع الكشافات دي مع بعض، باجي كده باللاين، وباجي جاي مثلا هنا باجي ماشي كده وماشي ايه وماشي كده، وليكن انا هخليهم ايه هخلي الخط ده يبقى فيه تانية كده عشان بس اوضح الامر بتاع فيلت. تمام. انا ممكن عادي امشي بخط مستقيم يعني، بس انا بوضح ايه عايز اوضح حاجه يعني. طيب باجي اعمل ايه؟ اول حاجه اول قاعده لازم بتبقى متعلمها، هي ان هو بيقول لك يا باشمهندس عشان وانت ماشي بالسلك بتاعك وانت ماشي بقى بالوايرنج بتاعك، يعني ما هو ده بيبقى مثلا عباره عن السلك، انت بتبقى عامل في الديزاين بتاعك كده، لازم السلك ما يبقاش فيه الثانيه دي، بيفضل ان هو ما يبقاش بالشكل ده. فطب بنعمل ايه بقى؟ بنعمل الامر اللي هو اسمه فيلت. بختار الاوبجكت بالشكل ده كده، وبعد بختار اول حاجه الراديوس بتاعي، واكتب مثلا ان الراديوس ده كان ايه 1، وبعد كده اختار الاوبجكت ده والاوبجكت ده. فبص خلى لك الايه خلى لك الثانيه دي بدل ما هي كانت حاده كده زاويه قايمه، لا خلاها لك ايه خلاها لك عامله بالشكل ده كده. وبروح برضو اكرر نفس الامر تاني مثلا هنا اهو، بعد كده اكرر نفس الامر تاني هنا كده بالشكل ده. فكده انا اتعاملت مع امر فيلت وفهمت امر فيلت بيتم التعامل معاه ازاي. مش عايز اطول اكتر من كده عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل والموضوع ما يبقاش ممل. ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هنكمل باقي الاوامر اللي في قائمه موديفاي. هنتكلم عن امر اللي هو ستريتش وسكيل واري، دول الثلاث اوامر اللي فاضلين لنا، وهنتكلم عن بقيه الاوامر اللي احنا ممكن نحتاجها في الشغل بتاعنا تاني. وبعد كده بقى هنبدا في التطبيق العملي على برنامج الاوتوكاد، ونبدا ان احنا نشوف الموضوع بيتم ازاي، والاوامر اللي احنا درسناها دي بتتم ازاي بكل بساطه، ونربط بقى الموضوع عمليا شويه مع موضوع الديستريبيوشن واللوحات، وازاي بقى بنوزع الكشافات ونعمل وايرنج والكلام ده. انا بس في الكورس بدي لك اللي هو الايه الاساسيات اللي انت ممكن تستخدمها او اللي انت ممكن تتعلمها، يعني الحاجات اللي انت ممكن ايه تحتاجها في الشغل. وبعد كده انت لما تبدا بقى مثلا تشتغل على لوحه وتبدا تعمل بقى الاوامر بتاعتها، هتحس ان الموضوع بسيط وسهل، وكل الاوامر بسيطه وسهله. وكتر ما تشغل ايدك اكتر وكتر ما تستخدم البرنامج اكتر، كتر ما انت ايدك تتعود اكتر وتكتسب المرونه في التعامل مع البرنامج. مش عايز اطول اكتر من كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.